السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات المحببة والدردشة المقربة لقلبي. النهاردة إن شاء الله معنا فيديو جديد من قراءات شهر يونيو، ويلا بينا نبتدي. في ظلمة الفجر العاشقة، في الممر العابر بين الموت والحياة، على مرأى من النجوم الساهرة، على مسمع من الأناشيد البهيجة الغامضة، طرحت مناجاة متجسدة للمعاناة والمسرات الموعودة لحارتنا. بالكلمات البديعة دي بيفتتح نجيب محفوظ الرواية الملحمية الرائعة الحرافيش اللي صدرت سنة 1977، واللي نجيب محفوظ بيورينا فيها الطبائع والنفس البشرية لما بتصطدم مع الدنيا وشهواتها. هل النفس دي بتسلك في طريق الخير ولا طريق الشر؟ طريق الأولياء والصالحين ولا طريق السعي وراء المال والسلطة والمرأة؟ رواية الحرافيش هي فعلا ملحمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مش مجرد رواية عادية. هتشوف فيها كل الصراعات الإنسانية، الحب، الكره، الظلم، العدل، الانتقام، صراعات إنسانية وفلسفة دفينة بداخل الرواية، كل واحد بيشوفها من منظوره الخاص بيه. يعني أنا متأكد إن أنا لو قررت أقرأ الرواية تاني بعد فترة هكتشف حاجات جديدة بشوفها لأول مرة، ودي تجربة ناس كتير، مش تجربتي أنا الشخصية بس. كل واحد بيحس إن هو شافها من منظوره الخاص بيه. الرواية بتبتدي بعاشور وبتنتهي بعاشور برضه، لكن الفترة الزمنية الفاصلة ما بين عاشور وعاشور هي فترة طويلة شوية، حوالي 10 أجيال. عاشور الأول واللي هيطلق عليه فيما بعد اسم عاشور الناجي لسبب مش حابب احرقه عليكم، لما تقراوا الروايه تكتشفوا السبب. كان لقيط لقاه الشيخ عفرة زيدان اثناء ما كان رايح يصلي صلاه الفجر، بياخده وبيربيه عنده في البيت. وبالمناسبه الشيخ عفرة بيكون ليه اخ صغير اسمه درويش بيكون مسؤول عن تربيته. لكن هنشوف ازاي انه عاشور برغم انه لقيط وغير معلوم الاب والام بيسير في طريق الاولياء والصالحين وفي طريق الخير، وبرغم القوه الكبيره اللي كانت عنده الا انه استغلها في طريق الخير. درويش بقى على العكس بيكون شخص فاسد بيسير في طريق الاجرام والشهوات، وبالمناسبة بيكون أول شخص في الحارة بيفتح خمارة، وده إن دل على شيء فبيدل على إن الإنسان هو اللي بيقرر مصيره، مش مين أبوه ومين أمه وهكذا. المهم إنه لما عاشور الناجي بيبقى في توة الحارة بيكون هو الشخص اللي بيدافع عن الحرافيش، وبيقيم نظام من العدل لم تعهده الحارة من قبل. ولكن للأسف كعادة الحياة لما بيكون الآباء صالحين، الأبناء مش بيكونوا على درجة الصلاح اللي كان عليها الآباء، فبتتوالى الأجيال من نسل عاشور الناجي بعد وفاته، أو خلينا نقول بعد اختفائه، فبتتوالى الأجيال من نسله. ولكن القيم اللي كان متبنيها ونظام العدل اللي كان مطبقه في الحارة بيختفي شيئا فشيئا. وطول الوقت الحرافيش بيمنوا نفسهم إنه يجي شخص من نسل عاشور الناجي يرجع نظام العدل للحارة من تاني ويرجع للحرافيش حقوقهم. وبالفعل كل فترة بيظهر شخص بيمثل بارقة أمل بالنسبة للحرافيش، ولكن بارقة الأمل دي بيتم إخمادها وإخفائها في ظل وجود الشر. وهكذا بنبدأ نشوف تعاقب الأجيال جيل ورا جيل لحد ما بنشوف قدام عينينا 10 أجيال بيعدوا ورا بعض، لحد ما نجيب محفوظ بينهي القصة بعاشور آخر. وعاشور الآخر ده بيكون شخص صالح بيرجع للحرافيش حقوقهم من تاني وبيقيم نظام العدل في الحارة زي ما كان جده الأول عاشور الناجي. وهنا نجيب محفوظ كأنه عايز يقول لنا انه الخير هو اللي هينتصر في النهاية، او كأنه برضو عايز يقول لنا انه التاريخ هيفضل يعيد نفسه، فترة من الخير وفترات من الشر، فترة من الخير وفترات من الشر. فهي دي ملحمة الحرافيش، وهو ده عالم نجيب محفوظ. وبالمناسبة دي أول حاجة أقرأها لنجيب محفوظ، والحقيقة أنا كان عندي تصور وتخيل عن العالم اللي بيرسم فيه شخصياته، فكرة الحارة، الأناشيد، الفتوة. مش عارف كونت الانطباع ده منين، لكن ده فعلا اللي لقيته في الروايه لما قراتها. فبرضه تعالوا اما اديكم كده ايه فكره عامه عن العالم بتاع الحرافيش. عالم الحرافيش بيتمثل في الحاره. الحاره بتتكون من طبقه الفقراء واللي بيطلق عليهم اسم الحرافيش، وفي عندنا طبقه التجار والاغنياء، وفي عندنا الفتوه والحاشيه المحيطه بالفتوه. الفتوه دوره ان هو يعني يقيم العدل في الحاره ويدافع عنها مقابل الاتاوه اللي بيفرضها على كل من الاغنياء والفقراء. ولكن الاتاوه دي غالبا بتكون مجحفه وظالمه بالنسبه للفقراء، وده الشيء اللي غيره عاشور الناجي واللي بيه قدر يرجع للحرافيش حقوقهم من تاني. وتقرير مين هو فتوة الحارة بيكون شيء بسيط جدا. أقوى اتنين في الحارة بيخشوا قصاد بعض في صراع بالنبابيت، والشخص المنتصر أو اللي بيصرع التاني بيكون هو فتوة الحارة. زي ما قلت من شوية تجربة قراءة الحرافيش بتختلف من شخص للتاني، ولكن بالنسبة لي الحقيقة أكتر حاجة لمست معايا هي فكرة تعاقب الأجيال. أنت بتشوف قدام عينيك 10 أجيال بيعدوا ورا بعض جيل ورا جيل، فبتدرك إن الدنيا دي فانية، وإنه الوقت اللي بنقضيه على الارض قصير جدا. حاجه تانية بصراحه لمست معايا هي فكره الشخصيات اللي فضلت فاكرها، كانت دايما الشخصيات اللي حاولت تقيم العدل في الحاره، ففعلا الاثر الطيب هو اللي بيبقى. فهي ديت ملحمه الحرافيش اللي ارشح جدا جدا قراءتها، والحقيقه حمستني ان انا اقرا حاجات تانية لنجيب محفوظ. ان شاء الله انا انزل اشتري كتب اخرى لنجيب محفوظ.
الكتاب الثاني اسمه ألغاز تاريخية محيرة لبول أرن. الكتاب مجمع بعض المواضيع اللي عليها جدل وخلاف كبير جدا، وبيحاول ان هو يقدم لك اجابات للمواضيع دي، او على الاقل يعرض لك وجهات النظر المطروحه. مواضيع زي لماذا بنى الفراعنه الاهرامات؟ هل بنوها علشان تبقى مقابر زي ما احنا عارفين، ولا ممكن يكون في سبب تاني؟ هل ويليام شكسبير هو اللي كتب مسرحياته ولا في شخص تاني هو اللي كتبها؟ موضوع اكتشاف كريستوفر كولومبوس للامريكتين، وهكذا مواضيع تانية عليها جدل وخلاف كبير جدا. ومن وجهه نظري فالكتاب ده للتسليه والقراءه العامه فقط. ليه بقى؟ لانه اولا مش كل المواضيع اللي اتعرضت كانت مواضيع جذابه او انا مهتم بيها، واعتقد الموضوع ده هينطبق عليك. ليه بقى؟ لان المواضيع ديت من الثقافه الغربيه مش من ثقافتنا. فبرضه تعالوا اقول لكم شويه مواضيع كده عشان ايه يبقى عندكم فكره وتصور عن الحاجات اللي الكتاب بيتكلم فيها. من هو الملك ارثر؟ ماذا كانت علامه جان دارك؟ انا اساسا ما اعرفش مين هي جان دارك عشان ابقى مهتم اعرف ايه علامتها. هل عاد مارتن جير؟ هل كان كابتن كيت قرصانا؟ فهي دي المواضيع. فالحقيقه انت عشان تستمتع بقراءه الكتاب ده لازم يكون عندك يعني باك جراوند بالمواضيع اللي معروضه. يعني بالنسبه لي اكتر مواضيع شدتني واتبسطت بيها جدا كان موضوع شكسبير، وموضوع لماذا بنى الفراعنه الاهرامات، والموضوع بتاع كريستوفر كولومبوس الامريكتين شويه. فدي مواضيع انا قريت فيها قبل كده، فلما جيت اقرا وجهات النظر المطروحه فيما يخص الجدل حسيت نفسي مستمتع. برضو في حاجة تانية، ان كل موضوع متقدم او مطروح في حوالي 6 صفحات او 7 صفحات بالكتير. ففكرة ان انت تلاقي اجابات لمواضيع شائكة وجدلية زي دي في 6 صفحات بس، ده شيء صعب جدا. فزي ما قلت الكتاب هو يعني للتسلية وللمعلومات العامة فقط. وبالنسبة لي الحقيقة عشان ازود التسلية وازود المعرفة الصراحة كنت بتفرج على فيديو على اليوتيوب، وساعات كنت اتفرج على وثائقي متعلق بالتوبيك اللي انا بقرأه. فلو انت حابب تقرا الكتاب ممكن تسرش عليه وتشوف الفهرس وتشوف المواضيع اللي متقدمه فيه. لو حسيت نفسك مهتم جو اهيد يعني وتوكل على الله وابتدي في قراءه الكتاب. الكتابين اللي بعد كده هما كتاب شجون تراثية وشجون مصرية لنفس الكاتب. الكتابين لنفس الكاتب. الحقيقة ان الكتابين دول اشتريتهم بدون بحث مني عن مين هو الكاتب، ايه الايديولوجية اللي هو متبنيها، ايه هو محتوى الكتب دي اصلا. كل ما في الامر ان انا كنت نازل اشتري كتب بالليل، فلمحت الديزاين الحلو ده جدا. الديزاينز بتشدني بصراحة يعني. ففتحت الكتاب ولقيت شوية كلمات اثارت انتباهي. اليهود، بني اسرائيل. والحقيقه ان الموضوع دي كانت مثيره لاهتمامي جدا جدا، وما كنتش قريت عنها اي حاجه في الفتره دي. فقلت بقى ايه that sounds interesting، فقررت ان انا اشتري الكتابين دولت بدون بحث مني تماما. وصاحب الكتابين هو الدكتور يوسف زيدان، صاحب الاراء الجدليه في كتير من الامور الدينيه. فخلينا ناخدهم ايه كتاب كتاب ونقول ما له وما عليه. في كتاب شجون تراثيه يوسف زيدان بدا الكلام عن فكره الاستعمال السياسي للدين، وازاي انه انت عشان تحرك فئه معينه من الناس تجاه حاجه معينه بتخش لهم من ناحيه الدين، وانه انت ممكن تكسب حاجه معينه قداسه لها علاقه بالدين فالناس هتتجه ليها بكل بساطه. بدا الكلام عن الاستعمال السياسي في اليهوديه، وبعد كده اتكلم عن الاستعمال السياسي في المسيحيه ثم الاسلام. اولا الاستعمال السياسي للدين في اليهوديه. من المعروف انه هيكل سليمان من الرموز المقدسه بالنسبه لليهود، ومن المعروف برضو انه اليهود تعرضوا لما يعرف بالسبي البابلي. السبي البابلي الاول اللي حصل سنه 597 قبل الميلاد، والسبي البابلي الثاني اللي حصل سنة 587 قبل الميلاد على ايد الامبراطور البابلي بخت نصر او نبوخذ نصر الثاني، اللي هاجم مملكة يهوذا وهدم هيكل سليمان. واليهود اللي كان بيتم اسرهم وسبيهم كانوا بيروحوا العاصمة بابل علشان يشتغلوا بالسخرة هناك في تطوير العاصمة، لحد ما في سنة 539 الامبراطور الفارسي قورش بيستولي على بابل بمساعدة اليهود. ونتيجة لده اليهود بيقدروا ان هم يحصلوا على معيشة طيبة في بابل، والامبراطور الفارسي بيديهم الفرصة ان هم لو حابين يرجعوا تاني بيت المقدس يرجعوا. ولكن اليهود استطابوا العيش في بابل، خلاص هم حبوا الاستقرار والانتخة هناك في بابل. فلما الحاكم في مملكة اسرائيل اللي كانت مقسومة في الوقت ده لاسرائيل الشمالية، مملكة اسرائيل الشمالية ومملكة يهوذا، حب يرجعهم، دخلهم من سكة احنا عايزين نعيد بناء هيكل سليمان اللي نبوخذ نصر هدمه، وده من باب الاستغلال السياسي للدين. بعد كده اتكلم يوسف زيدان عن الاستغلال السياسي في الديانة المسيحية، واتكلم عن قصة الامبراطور قسطنطين اللي سمح للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، وكان هو بنفسه اللي ترأس المجمع الكنسي مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، وده برغم ان هو كان وثني، ولكن كل اللي عمله ده كان لغرض سياسي حسب ما بيقول يوسف زيدان. ثم جاء الحديث عن الاستغلال السياسي للإسلام، واتكلم عن انه بيت المقدس لم تكن له اي أهمية دينية بالنسبة للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة،
وانه الاهميه دي ما ظهرتش غير في عهد عبد الملك بن مروان اللي بنى مسجد قبه الصخره، واللي حسب ما بيقول يوسف زيدان عبد الملك بن مروان بنى المسجد ده لغرض سياسي، وحسب قصه كده ايه هو ذكرها لا داعي لذكرها في الوقت الحالي. المهم انه الطرح اللي معروض كويس جدا ومتفق مع الفكره العامه بغض النظر عن مدى مصداقيه الوقائع التاريخيه اللي هو ذكرها، لكن الطرح والفكره العامه كويسه، لكن اللي بعد كده مش كويس. من الكلام ده كله يوسف زيدان عايز يقول لنا انه ما كانش في حاجه اسمها معراج، ومنطقه فلسطين لم تكن لها اي اهميه دينيه بالنسبه للمسلمين في عهد الرسول وفي عهد الصحابه. وبعدين بقى بيبدا ان هو يعرض وجهه نظره وبيأول الايات والاحاديث علشان تتماشى مع فكرته، وهكذا. نص الكتاب بيناقش الفكره دي، قضيه الاسراء والمعراج، والنص الثاني بيتكلم عن المخطوطات التاريخيه المتعلقه بتراثنا. في كتاب شجون مصريه اتكلم عن فكره السطحيه في التفكير او العقل الجامعي المصري، زي ان هو وصل لمرحله متدنيه جدا، وبصراحه ضرب امثله كتيره جدا، ولكن هذكر مثال واحد عشان في حاجه تانية عايز اتكلم عنها. يوسف زيدان ضرب مثال وبيقول لك انه لما مخرج بيحب يعمل فيلم ينجح في مصر لازم يحط كده ايه سنه سسبنس، يحط لك مشهد خارج. فبيقول لك من هنا بيبتدي عويل المصريين تجاه الفن والافلام اللي بتقدم صوره مشينه عن مصر وعن المصريين، وتبتدي الناس تهاجم المخرج والممثله الفلانيه، ولازم ندور ونلاقي حد يشيل المسؤوليه، وبننسى انه الفيلم نجح بسبب ان احنا كمصريين اقبلنا عليه، والمخرج ما كانش هيعمل فيلم بالمواصفات دي لولا ان هو ده الذوق العام بتاعنا كمصريين. وضرب امثله تانية كتير واتكلم عن حته الدين والتدين في المجتمع المصري، بس حبيت اذكر لكم مثال واحد عشان يبقى عندكم تصور عن المحتوى بتاع الكتاب. لكن دلوقتي بصراحه حابب ان انا اكلمكم عن الكاتب. مبدئيا لما اشتريت الكتابين ما كانش عندي اي معرفه بمين هو الكاتب ولا مين هو يوسف زيدان، لحد ما بعدها بفتره بدا يظهر لي على السوشيال ميديا وشفت له بعض الفيديوهات. والحقيقه ان السوشيال ميديا بتدينا صوره غير منصفه تماما عن الاشخاص، وخصوصا بالنسبه للاشخاص اللي بيتكلموا في الامور الدينيه وبيكون ليهم راي مخالف او راي شاذ عن الاجماع. الناس على السوشيال ميديا بتحاول انها تصور الاشخاص دول في صوره شيطانيه شويه، وده بصراحه مش كويس. الحقيقه لازم نكون منصفين شويه. هو الراجل مش كويس قوي ولا سلبي بالصوره اللي السوشيال ميديا بتحاول تصوره. هو برضو انا مختلف معاه خصوصا في حاجات اساسيه وهي معروفه بالنسبه لينا من القران والسنه زي قضيه المعراج، ولكن محتاجين نكون منصفين شويه. وبرضو هنا انا مش جاي انتقد يوسف زيدان ولا هاجمه ولا اقول هو غلط ولا هو صح، انا ما اعرفش، انا ما عنديش العلم الكافي اللي يخليني اتكلم في اي حاجه من الحاجات دي، ولكن انا بس بشارككم احساسي ورايي البسيط بشكل متواضع من غير ما هاجم حد، وبعرض لكم الكتب اللي بقراها وتصوري عنها عامل ازاي وتصوري عن الكاتب عامل ازاي، وانتوا بيبقى ليكم الحكم ان انتوا تقرأوا الكتاب ده ولا ما تقرأوهوش. وبرضو كل واحد ليه تجربته الشخصية، انت برضو لما هتقرأ الكتاب هتشوفه من منظور غير منظوري. فبس اهم حاجة ان الانسان يكون متواضع اثناء قراءته وفي اثناء تعلمه، وما يكونش متحجر الفكر بس. فالمهم ان انا زي ما قلت لكم انا كونت انطباع غير منصف عن الكاتب، وده اللي خلاني ما قررش ان انا اقرا الكتابين دول تماما، لحد ما كنت بقرا كتاب مقالات لدكتور احمد خالد توفيق، وفي احد المقالات اتكلم عن مدى اعجابه بكون دكتور يوسف زيدان كاتب مميز جدا، وهو يعني خبير مخطوطات من الطراز الرفيع. فده بصراحه اللي حمسني ان انا اقرا الكتابين، طلعتهم من الركنه بتاعتهم وقلت نقراهم. وبعد ما خلصت قراءه اقدر اقول انه كتاب شجون تراثيه من اكتر الكتب المثمره اللي قريتها في حياتي، واكتر كتاب مثمر قريته السنه دي برغم اختلافي في كتير من النقط الجوهريه مع الكاتب. الفكره ان يوسف زيدان اتكلم في مواضيع تاريخيه كتيره جدا، اتكلم في شويه في تاريخ اليهوديه وتاريخ المسيحيه وشويه عن الاسلام، فحسيتني خدت جوله معرفيه دسمه وشيقه جدا. حاجه تانية انه نظرا للصوره النمطيه السلبيه اللي متكونه في دماغي عن الكاتب ده كان بيخليني اقرا بحذر جدا، فكنت مركز في كل كلمه وكل جمله بقراها، وطول الوقت ماسك الموبايل وعمال اسرش كل ما تقابلني معلومه معينه اسرش عليها واشوف هل المعلومه دي مظبوطه ولا مش مظبوطه. فبصراحه تجربه كانت مثمره جدا. واخيرا يوسف زيدان ككاتب هو كاتب مميز جدا جدا، واسلوبه تحفه الحقيقه، من اجمل الكتاب اللي قريت لهم. ودكتور احمد خالد توفيق عنده حق لما قال ان هو اسلوب كتابته جميل، وبيقدم وبيعرض لافكاره بيمهد لها باسلوب منطقي ومقنع. لكن لما بيجي بقى للنقطه الاساسيه اللي بيتكلم عنها زي نقطه الاسراء والمعراج، بتحس ان بقى في مشكله. وتعالوا اشارككم حاجه عجبتني جدا جدا في كتاب شجون تراثيه. يوسف زيدان ذكر جزء من كتاب المناظر لابن الهيثم. بيقول ابن الهيثم بيقول
نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات، ونميز خواص الجزئيات، ونلتقط بالاستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار، وما هو مضطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس. ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقرئه ونتصفح استعمال العدل لا اتباع الهوى، ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء، فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحق الذي به يثلج الصدر، ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وتنحسم بها مواد الشبهات. وما نحن من جميع ذلك براء مما هو في طبيعة الإنسان من كدر البشرية، ولكننا نجتهد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسانية، ومن الله نستمد المعونة في جميع الأمور. يعني كلام بصراحة لا يوصف. أنا يعني نفسي بس أتخيل كده الحضارة الإنسانية الحديثة في صورة إسلامية كان شكلها يبقى عامل إزاي، وكان نفسي أشوف العلم بصورة إسلامية. يعني أنا مثلا لو أنا بدرس كطالب طب بدرس رمد، وابتديت دراسة الرمد بالمقدمة الجميلة دي لابن الهيثم، أنا مش متخيل تأثير ده على شخصيتي كطالب طب وعلى أسلوب تفكيري هيبقى عامل إزاي. يعني بصراحة شيء مذهل. وبس، ده كان فيديو النهاردة لقراءات شهر يونيو. أتمنى تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا بالفيديو ده، واتمنى تسيبوا لنا ارائكم ومقترحاتكم تحت في الكومنت. تسيبوا لنا ارائكم برضو بخصوص الكلام اللي اتكلمنا فيه. هل حد قرا كتاب من الكتب دي قبل كده؟ هل حد ليه وجهة نظر معينة فيما يخص الكلام اللي اتكلمنا فيه النهارده؟ واشوفكم في فيديوز تانية جديدة ان شاء الله. مع السلامة. متنسوش اللايك والسبسكرايب والحاجات الحلوة دي اللي بتبسطنا. يلا سلام.